طب يا جماعه لو بالنسبه للركنه بقى، انا بختبرها كل ده. عملنا ايه بقى في الركنه؟ وقفنا اول حاجه الشنطه عند الشنطه، حصل تمام. بعد كده كسرتي على الركنه ولا عكس الركنه؟ كسرنا على الركنه. وبعد كده رجعنا لغايه لما حسيت ان العربيه اتعوجت كده بزاويه قد ايه، يعني منفرجه كده مثلا. عملنا الدريكسيون قد ايه؟ بناخد منه قد ايه؟ على الاخر. لا هتنرفز. عدل الثلاث تنسس وبعد كده بنرجع ستريت لحد الفانوس اللي جنبي. من جنبي. تمام. وبعد كده بكسر الدريكسيون اللي باقي بقى بره. بره. انا مش عايزه منه حاجه بره خلاص. وبعدل عربيتي، يعني بابا بركز بس على دخلة عربيتي وانا داخله، شكل العربيه، لكن لا بلعب في دريكسيون ولا بهتم بفتيس ايه، لانها كلها ار. تمام. بخش على الهادي بالفرامل من غير بنزين، من غير توتر. تمام. بالراحه بقف. بعد ما بقف بجيب الدريكسيون بتاعي في العدل. تمام. محتاجه بقى اطلع قدام ارجع ورا، دي بتاعتنا احنا خلاص. الموضوع سهل وبسيط. الفرق بينها وبين التحضين ان الركنه 3 خطوات، التحضين خطوتين. تمام. فسهله. سهله. ده انا هعمل معاك الصح كله. انا عايزه تعملي ده. يلا استنوني بقى في السربرايز ليها هي تحديدا الخطوات اللي جايه، عشان هي مضايقاني وحاسه فيا، وانتوا عارفين لما حد بيضايقني انا بعمل ايه فيه. هعمل معاها الصح، انتظروها.